المريض جاي يشتكي من ألم في البطن والدكتور كتب له على مسكن. تشخيص غلط يساوي علاج غلط بتساوي كارثة. في المستشفى شفت حالة مش هنساها، مريض جاي بألم في البطن والدكتور شخصه التهاب في المعدة وكتب له أدوية ومشي المريض. بعد يومين المريض رجع الألم أسوأ، عملوا له فحوصات تانية اكتشفوا إن عنده التهاب في الزايدة، كان محتاج عملية مش دواء. التشخيص الغلط ضيع وقت وكان بيتسبب إنه يضيع حياة المريض. وفي عالم الاستثمار نفس المصيبة بتحصل كل يوم، ناس بتشوف سعر الذهب نزل تقول الذهب خلاص ما بقاش استثمار كويس. تشخيص غلط، السعر نزل مش عشان الذهب بقى وحش، لا السعر نزل علشان الدولار بقى أقوى، الفايدة طلعت مثلا. ناس تانية تشوف السعر طلع بسرعة تقول لازم اشتري قبل ما يطلع أكتر. تشخيص غلط برضه، السعر ممكن يكون طلع بسبب إشاعة ذعر مؤقت وهيرجع ينزل تاني. أشهر 4 تشخيصات غلط في سوق الذهب. أول حاجة السعر نازل يبقى هيفضل ينزل، زي ما الدكتور مش هيقول الحرارة عالية يبقى هتفضل تعلى للأبد، السوق بيصحح نفسه. تاني حاجة السعر طالع يبقى الوقت المثالي للشراء، لازم تفهم السبب الحقيقي ورا الطلوع ده. تالت حاجة صاحبي كسب يبقى أنا كمان هكسب. في الطب ما ينفعش ناخد علاج حد تاني، كل مستثمر وله ظروفه المختلفة. رابع حاجة الناس كلها بتشتري يبقى أكيد أنا صح. لما كل الناس تشتري في نفس الوقت غالبا ده وقت الحذر، وغالبا ده وقت انت لازم تبيع فيه. ازاي بقى نشخص السوق؟ في 4 خطوات بس. اعرف الأعراض الحقيقية، السعر اتحرك ليه؟ ما تشخصش بالعاطفة، استخدم البيانات. خد رأي متخصص، زي ما المريض مش هيشخص نفسه لازم يلجأ للدكتور بتاعه. اعمل فحوصات، تابع الدولار، الفايدة، الأحداث العالمية علشان تعرف تشخص صح. في الطب بنقول التشخيص الصح نص العلاج، وفي الاستثمار فهم السوق الصح نص المكسب. اكتب في التعليقات أنهي تشخيص غلط من ال4 ده اللي وقعت فيه قبل كده.